سلام على من مر صدفة فاستغفر فزادني حسنة وزادت حسناته. السلام عليكم أحلى وأغلى أخوات في الدنيا كلها. شايفين بسم الله ما شاء الله كمية الطماطم دي بقى احنا هنخزنها، بس هنخزنها بطريقة تحفة جدا. بصراحة يعني الطريقة أنا معتمداها ما بغيرهاش أبدا وما بستخدمش غيرها. دول حوالي 25 كيلو من الطماطم، هنفرزهم بطريقة تحفة جدا. هنتعب يوم لكن هنرتاح طول السنة، هتقعد معاكي سنة كأنها لسه فريش. انت بتعملي ايه كده؟ انا بمسك الطماطم بتاعتي دي كده وبفرزها، بحط كده اللي هي لسه جامدة شوية او فيها سنة خضران كده لسه نية شوية، يعني بحطها في طبق. وبشيل كمان اللي هي حمرة وكويسة بس جامدة شوية بحطها في التلاجة للسلطة. وهمسك بقى الطماطم الباقية كلها اصلصها معاكم بطريقة تحفة جدا. هخلصها وارجع لكم تاني. وهنا بقى خلصت الطماطم كلها، مش دي بس اللي انا هصلصها، لا في كمية تانية لسه بتتغسل. بنتي بتغسلها بتساعدني، فهنغسلها بقى وهنشوف هنصلصها ازاي مع بعض. الطريقة دي بجد انا معتمداها، بعملها من سنين وعمري ما هغيرها خالص. ودي بقى الكمية اللي لسه فيها سنة خضار كده، انا هسيبها شوية علشان تستوي كويس جدا. بسيبها بره التلاجة زي ما هي كده في الطبق بتاعها وهي بتستوي، بس اهم حاجة مش تغسليها خالص. تعالوا نشوف بقى هنحضرها ازاي. جبت حلة معايا، حلة ألمونيا، حلة استانلس، أي حلة عندك تكون كبيرة تاخد الكمية. وبمسك الطماطماية بشيل القمع بتاع الطماطماية من فوق كده، ولو فيها أي حاجة كده مش عجباني أو أي حتة كده مش حلوة بشيلها بالسكينة وبعمل فيها 4 فتحات كده أو بشقها نصين كده، يعني بقطعها نصين زي ما تحبي. بصي كده. طب ليه بتقطعيها؟ علشان طبعا الطماطم بتاعتنا هي اللي هتسوي نفسها، يعني هتسوي نفسها بنفسها، مش هنحط لها ولا نقطة مية، وهتشوفوا دلوقتي مع بعض. همسك بقى الطماطم كلها هقطعها بنفس الشكل اللي انتوا شايفينه ده. انا بعمل فيها كده فتحة بالسكينة كده وخلاص. اهو خلصت الكمية كلها. ايه ده انت مليت الحل قوي كده ليه؟ انا مليت حلتين على الاخر زي ما انتوا شايفين كده. الحلة بصوا هتكب منها الطماطم. فما تخافوش خالص. الطماطم دلوقتي لما نحطها على النار الطماطم دي هتخس خالص خالص وهتقل في الحلة. في طماطم هتقولي انت مقطعاها نصين ليه؟ انا قطعت هنا شوية في الاخر كده نصين علشان الحلة تاخد الطماطم، يعني علشان ما ياخدوش مساحة معايا في الحلة. خلاص كده. انا بقى دلوقتي همسك الطماطم بتاعتي دي كده وهحطها على النار. بس في الاول كده حابة اقول لكم معلومتين كده مش اكتر. احنا هنا الطريقة دي يا ريت تستخدميها بجد، هتعجبك جدا جدا، هتوفر عليكي وقت وجهد ونتيجتها رهيبة، بتفضل معاكي كأنها لسه فريش وبتيسر عليكي الوقت، بتخلي الطبخة معاكي تخلص في ثواني. حطيتهم هم على البوتاجاز. بصوا الحلة مليانة ازاي، خلي بالكم من المليان اللي في الحلة ده علشان انتوا دلوقتي مش هتشوفوه، كلها شوية وهتلاقوها اختفت. هعمل ايه بقى دلوقتي؟ انا حطاها على نار عالية علشان بس تنزل المية بتاعتها كده، وبعد كده ههدي النار وهنشوف هنعمل ايه. جبت الغطا بس كده علشان يكبس كده الحرارة بتاعتي. الغطا مش نازل خالص زي ما انتوا شايفين كده، بس انا هحاول احطه كده علشان بس يعني يحبس شوية من الحرارة. وبعد كده هتلاقوها بتتغطى بكل سلاسة. رجعنا تاني بعد شوية، بصوا خست شوية ازاي والغطا بقى بيقفل عليها. طبعا يعني دي خدت شوية معايا على النار كده وانا بعمل بقى اي حاجة تانية. يعني مش واقفة عليها، بس انا يعني طبعا وقفت الفيديو علشان ما اطولش عليكم. وادي بصوا بقى الحلة دي علشان نستلس، والاستلس معانا بيوصل الحرارة بدرجة رهيبة. فبصوا ما شاء الله نزلت ميه قد ايه. الميه دي نازله من الطماطم نفسها يا جماعه، دي ميه الطماطم، انا ما حطيتش ليها ولا نقطه، ولا نقطه واحده بس من الميه. بصوا هنا بقى الطماطم معانا اللي في الحله اللي استلت دي بصوا عملت ازاي. خلاص كده بقت تمام، هي كده وصلت للدرجه اللي انا عايزاها. وادي كمان الحله الكبيره بصوا شايفين. هبدا بقى احط لها ايه؟ بحط لها هنا حوالي 3 معالق كبار كده من الملح، يعني حوالي 25 جرام من الملح. ليه بقى؟ لان هنا الملح والسكر، واحط كمان هنا حوالي معلقتين كبار كده من السكر، يعني حوالي انا بقى هنا بالظبط يعني عشان الطماطم مسكره قوي وحلوه، فحطيت حوالي معلقه ونص كده من السكر. خلاص كده. وهبدا ان انا اقلبهم. هنا كنت بحط السكر، وهاجي بقى في الحله التانية برضو هحط لها نفس المكونات دي. بصوا بقى الكميه عملت ازاي، وشايفين الميه دي؟ الميه دي هي السائل بتاع الطماطم او ميه الطماطم، انا ما حطيت لهاش ولا نقطه ميه واحده بس.
اهو بحط للحله التانية، بس طبعا بقلل المقدار حسب كميه الطماطم اللي انت حطاها. وطبعا تقدري ان انت تدوقيها، لانك ممكن تحدقيها او كده، فخلي بالك عشان ما تحدقش منك. ولو احدقت برضو هتخلي بالك وانت بتعملي الاكله بتاعتك هتقللي الملح او مش هتحطي ملح. خلاص كده. طبعا الملح والسكر هنا ماده حافظه، وطبعا السكر مفيد جدا برضو ان هو بيقلل الحموضه. كده كده بنحطه على اي صلصه طماطم. خلاص الطماطم ابتدأت تبقبق معايا زي ما انتوا شايفين كده وتغلي، بديها غلوتين. في المرحلة دي تقدري لو انت عندك هاند بلندر تمسكيها كده وتضربيها بالهاند بلندر وهي سخنة، لكن انا طبعا مش عندي هاند بلندر فسبتها تبرد خالص. زي ما انتوا شايفين الطماطم عاملة ازاي، تحفة جدا جدا. الحقي هاتيها كده وفرزيها معاكي. بجد يعني احنا عارفين ان الطماطم دي مجنونة، ساعة طالعة قوي سعرها وساعة في سعرها في النازل، فنجيبها. هنا بقى انا ضربتها كده في الخلاط بتاعي وصفيتها كويس جدا كده بالمصفى. انا هنا بس بوريكم، ما كنتش لاقيه المصفى الكبيره بتاعتي، فاضطريت ان انا بس اوريكم وانا بصفيها ازاي. هي ما بتنزلش حاجات كتير ولا حاجه. وبعد كده بقى انا هدور على المصفى واصفيها براحتي. بصوا نزلت شويه تفل وبذر حبه صغيرين خالص. حابه ان انت مش تصفيها مفيش مشكله خالص، دي حاجه ترجع لك. لكن لو انت عايزاها زي الصلصه اللي انت بتشتريها تقدري ان انت تصفيها. الطماطم صفيناها وبقت جاهزة معانا. مش هي دي بس، وكمان في الحلة التانية زي ما انتوا شايفين كده. هعمل فيها ايه الطماطم دي بقى دلوقتي؟ ما لا، اوعي كده تخزنيها على المرحلة دي. لو خزنتيها على المرحلة دي غلط جدا جدا، احتمال كبير جدا تفسد معاكي. خاصة ان احنا حطيناها في الخلاط، واحتمال جدا ان الخلاط بتاعنا يكون مبلول مية، او الهاند بلندر حتى يكون مبلول مية معاكي. فتحمض معاكي وتفسد معاكي وتكون مجال لنمو البكتيريا والميكروبات. فلازم ان احنا نعرضها للحرارة تاني، وبنديها غلوة كده، وبنشيل اي رغاوي موجودة عليها كده على الوش، لان الرغاوي دي بتساعد الصلصة بتاعتنا انها تحمض بسرعة. وخاصة لو انت هتحتفظي بكمية منها في برطمانات ازاز وهتحطيها عندك في التلاجة. خلاص كده هشيل بقى اي رغاوي يتكون وبعدين نرجع نشوفها. وادي كده شلت الرغاوي وسبتها. بصوا اهي. هسيبها بقى لما تبرد خالص خالص وبعد كده افرزها معاكم. انا بقى طبعا سبتها لتاني يوم لما بردت خالص خالص معانا اهي، وبقت ما فيهاش حاجه خالص، وهبدا ان انا اعبيها في اكياس عندي. تمام. طب افرض انا مثلا صلصت كميه طماطم وهحطها عندي في برطمانات من الازاز. تقدر ان انت تعبيها وهي سخنه. بتمسكي البرطمان بتاعك وتسخنيه على النار كويس جدا، وتحطي فيه الصلصه بحيث الصلصه تكون سخنه والطماطم كمان سخنه علشان نحافظ عليه. وتحطي على الوش كده معلقتين من الزيت علشان ما تفسدش معاكي، وتحفظي البرطمان مقلوب في التلاجة يعني على وشه. خلاص كده. انا اهو مليت بصوا كميه بسم الله ما شاء الله، وحتى كميه محترمه في الاكياس. وكمان جبت كده برطمان حطيت فيه صلصه كده علشان بقى احطه في التلاجة لاي حاجه كده انا محتاجاها، ومحتاجه ليها معلقه او اتنين من الصلصه. حاجه كده تحفه. البرطمان طبعا لازم احطه له على الوش كده معلقه من الزيت، ولازم ان انا ما اطولش عليه، يعني ما سيبهوش كتير في التلاجة. واقلبه كده في التلاجة على وشه علشان طبعا ما يتكونش عفن عليه. الطريقة دي بجد جربيها واعتمديها. بجد يعني ممكن اكون انا تعبت يوم ولا حاجة، بس بقى هرتاح جدا. اي طبيخة معايا مش هتاخد وقت خالص، خاصة لو انت موظفة ومحتاجة ان انت ترتاحي في رمضان، ومش هياخد معاكي وقت خالص. اتمنى ان انت تجربي الطريقة بتاعتي دي، انا نزلتها لكم قبل كده. واللي ما جربهاش يجربها، واللي جربها يقول لي رأيه فيها ايه في الكومنتات. اترككم في حفظ الله، والسلام عليكم.